تعال نخش بقى على الحديد العلوي في اتجاه ايه؟ في اتجاه واي. اهو انا دلوقتي هرسم المره دي في اتجاه واي بس حديد ايه؟ حديد علوي، فهقسم المسافات زي ما احنا قلنا كده بالشكل ده. كل ده خلاص مفيهوش مشكله. احنا هناخده دلوقتي شريحه من هنا وهناخده شريحه عند ايه؟ عند البلاط عشان نبقى شايفين الدنيا ماشيه ازاي. طب الشرايح دي ما فيهاش مشكله خالص. هترسمها ازاي؟ اجي عند الريفورسمنت واروح جاي ايه؟ مختار هنا الحديد تي وهنا صفر وهنا صفر، واروح جاي ايه؟ راسم من خلال 2 بوينت، راسم ايه؟ خطين كده بالشكل ده. طيب من هنا لحد هنا اهو السيخ ده كام؟ السيخ ده هتلاقيه اكتر من 12، محتاج يتقسم. هتدوس يس وانت عندك الوصله في منتصف البحر كويسه، يعني يعتبر برضه في نص البحر، مش وحش يعني. تمام. وتلغي دلوقتي عشان انت عايز تعرف السيخ ده يتحرك مسافه قد ايه. لقيته هيتحرك مسافه 3 متر 95، 3 متر 95، يبقى عندك 7 في 3 متر 95 هيديك 27، يعني 28 سيخ، بالبادي 29 سيخ. هتروح جاي بقى ساعتها واخد البار مارك وتروح جاي معلم كده على السيخ وتدوس انتر. كل الكلام ده عملناه قبل كده عشان كده بنقوله بسرعه. وبعد كده ادي اللينس عندك اهو، تختار اللينس، عندك النمبر قلنا 29 وتروح جاي دايس ايه؟ دايس اوكي. هيقول لك البار مارك كده فيه خصائص شبهه بالظبط، دوس يس. بعد كده انت محتاج تخلي البار مارك ده موازي للسيخ مش عمودي على السيخ. هتضغط روتيشن تمام 90 بنفس الشكل كده، تحط ايه؟ البار مارك بتاعك وتروح جاي حاطط البار مارك على السيخ ايه؟ السيخ ده، تعمل برضه روتيشن مظبوط. وبعد كده عندك 90 وتروح جاي ايه؟ عامل البار مارك كده وتدوس انتر. تيجي بعد كده على البار مارك ده انت عايز تعدله، هتضغط عليه تروح جاي هنا موديفاي موديفيكيشن اوف ريفورسمنت ديسكريبشن، هتضغط عليه تمام. هيفتح لك القائمه بتاعتك، هتخلي ده اللينس بتاعك وتخلي ده عدده كام؟ 29 وتدوس كروز. ادي كتب ايه؟ بار مارك على السيخ اهو بمنتهى الجمال. طيب تعال بقى ناخده الشريحه هنا، الشريحه دي. طب نجيب كده الدايمنشن اهو. خد بالك بقى ان السيخ ده هيعمل ايه؟ السيخ ده هيجي من هنا لحد التغير ده، صح ولا مش صح؟ صح. ادي الشريحه اللي هيمشي فيها السيخ ده مظبوط كده. وبعد كده هيكمل من هنا لحد هنا في الجزء ده، السيخ ده هيمشي كده. طب خلينا في السيخ ده هندسه. هو السيخ ده ايه اللي حصل؟ ده مرتبط ببلاطه مخفضه تمام، واحنا عرفنا السكشن ان هو بيبقى بالشكل ده. طب هنعمل الوصله دي ازاي؟ جميل، يلا بينا هندسه. يبقى انا فهمت السكشن اهو، وعارف ان السيخ العلوي لما هيجي هيترسم هيروح جاي نازل عامل كده ايه؟ منافير. طب يلا بينا على طول كده. اجي من هنا هندسه من عند الريفورسمنت واختار الريفورسمنت عندي تمام. المره دي عندي السيخ ماشي السيخ 12 والكفر 25 والتي ده تنصير. وبعد كده عندي هنا انا مش عايز السيخ برجل ومش عايز برجل. استنى، انت اصلا هتعمل ايه؟ انت هتيجي هنا هندسه، انت عايز ترسم السيخ منافير كده صح؟ فانت هتيجي ترسمه عن طريق ايه؟ عن طريق البوينت زي ما قلنا. هتختار هنا، تيجي هنا بقى تخلي الكلام ده بصفر وتخلي الكلام ده بصفر. انت مش عايز اي ايه؟ اي زاويه او مش عايز اي حاجه في الكانه كده، هتخليهم بصفر. وبعد كده تروح جاي على ايه؟ على البوينت بقى، تختار ايه؟ تختار بوينت. جميل. طب ارسم ازاي؟ هاجي هنا هندسه، ادي اول نقطه واروح جاي بالسيخ كده هندسه تمام. هتروح جاي نازل هنا مسافه كام؟ قلنا هتنزل 17 سم. جت منين؟ انت عندك البلاطه كلها اهي 20 سم صح؟ فانت سبت كفر وسبت كفر، فنزلت ايه؟ نزلت 17 سم. وهتبتدي يبقى انا دخلت كده 17 سم وابتدي ارجع كده ايه؟ طول تماسك اللي هو 1 متر طول تماسك بتاع الخرسانه بتاعي، واروح جاي دايس انتر. جميل. اهو اترسم السيخ اهو هندسه بالشكل ده، والدنيا ايه؟ والدنيا مظبوطه معايا، ما فيهوش اي مشكله. جميل. طب نسيب السيخ ده دلوقتي، يعني نسيب البار مارك ايه دلوقتي، نبقى نعمله بعدين. ونيجي نرسم السيخ من الناحيه دي بنفس الفكره بالظبط اهو. ريفورسمنت تمام. اجي هنا واروح جاي مخلي دي صفار، واجي هنا على ايه؟ على البوينت. فين اول نقطه؟ اهي هندسه اول نقطه تمام. وبعد كده باجي هنا بالشكل ده واروح جاي نازل ايه؟ 17 واروح جاي داخل ايه؟ داخل كده هندسه مسافه كام؟ مسافه 1 متر وادوس انتر. جميل كده. انا رسمت ايه؟ رسمت السيخ برضو في الاتجاه ده. جميل جدا. فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي الوصله اللي هي وصله من السيخ ده للسيخ ده تمام. ادي المنافير الاولانيه وادي المنافير الثانيه، فاضل عندي السيخ اللي ما بينهم. طب السيخ اللي ما بينهم هرسمه ازاي؟ هاجي بقى هنا سيخ عادي كده بالشكل ده، مش محتاج ان انا اعمله بوينت ولا حاجه اهو. ادي سيخ اهو
عادي جدا، واجي عند التو بوينت من هنا. طبعا اللي معانا في الكورس في الاول الكلام ده بقى معاه ايه، بقى معاه سهل، بقى لعبه بالنسبه له. واجي لحد هنا ده مبدئيا كده تمام حلو قوي. بيقول لك ان السيخ ده طوله 12 متر 45. عايز تقسمه؟ ما هو طبيعي ان انا هقسمه. السيخ العلوي ده طبيعي ان هو هيتقسم. جميل. طب وبعدين طب اقسمه قد ايه يا هندسه؟ 12 وادي وصله 72 ومتر 17. هي مش هتفرق معايا كتير، مفيش مشكله. اروح جاي دايس ايه؟ دايس اوكي. والوصله 60 فاي اروح جاي دايس اوكي. فالراجل قسمه لك. لا سيب المارك ايه دلوقتي، حط لك الوصله ايه هنا. انت بعد كده عايز تعمل ايه؟ والله يا هندسه انا عايز امد الكلام ده جوه 1 متر، صح كده؟ واجي من هنا عايز امد الوصله دي جوه كده كام؟ 1 متر. جميل اهو تمام كده. انا رسمت السيخ بتاعي وظبطت الدنيا كده. ممكن اعمله بس موف ايه، موف لبره كده شويه. تمام يبقى انا كده خلاص. طب هنا بقى عندنا مشكله ايه؟ مشكله الجنشات. تمام. انت عايز السيخ ده الجنش بتاعه يبقى لجوه مش لبره، صح كده؟ كنت المفروض وانت بترسمه تعمل ايه؟ تيجي عند السايد وتروح جاي معدله. يعني اللي انا اقصد اقوله ايه؟ بص كده هندسه، انت دلوقتي لو جيت رسمت سيخ زي ده عشان بس يبقى واخدين كل التفاصيل. بوينت السيخ ده ليه اترسم من هنا؟ عشان انت خدته من اليمين للشمال. يعني السيخ ده لو كنا اخدناه من هنا لهنا، بص كده هندسه، اوكي بص هيبقى رسم الجنش ايه لتحت. طيب افرض انت دلوقتي كنت رسمته زي ما انا رسمته كده وعايز تعدله، تعمل ايه؟ موضوع بسيط. هتروح جاي تعالى نرسمه تاني كده. انا دلوقتي رسمته من هنا لهنا وهو سيخ علوي، تمام. اجي تحت كده واروح جاي عامل ايه؟ سايد. بص قلبت السايد الناحيه التانيه. شايف السهم الازرق ده كان فوق، كان الناحيه دي على الشمال، بقى على اليمين. اضغط انتر اهو بمنتهى البساطه اترسم ايه؟ اترسم الجنش بتاعه لتحت بس. وهو ده السيخ اللي انا عايزه. خلاص يا باشا، يبقى شيل السيخ ده كده، مش عايزينه منه حاجه خالص، وهات السيخ ده كده اللي انا عايزه اللي هو السيخ الصح، واعمل لي كده ايه؟ موف هنا. تمام. وتعالى شد لي السيخ ده لجوه كده 1 متر من هنا اللي هو طول تماسك جوه الخرسانه، وشد لي السيخ ده من هنا ايه؟ 1 متر اللي هو طول تماسك جوه الخرسانه. والمفروض السيخ ده يبقى ايه؟ يبقى جوه هنا. تمام. طيب انت كده رسمت الجزء ده في الحديد العلوي. السيخ ده خلاص كده ايه؟ مش عايزه. طب تعالى ناخده برده سيكشن في الحديد العلوي مثلا هنا. الحديد العلوي هنا هندسه هيبقى عامل ازاي لما يوصل للكمرات؟ هل هيبقى فيه منافير او هنا مفيش اي مشكله؟ الحديد العلوي هنا مش هيبقى فيه اي مشكله، لان انت عندك هنا في ايه؟ في كاميرا. هو الحديد العلوي هنا مش هيستمر، يعني مش هيعمل منافير ولا اي حاجه من الكلام ده. امتى عمل منافير؟ هندسه ده لما يكون عندي ادي البلاطه اهي موجوده مهبطه بسمك ايه؟ شبه كده. التطبيق من عندي تحت ثابت، والسمك بس نزلت سمك البلاطه مثلا من 20 ل 16، نزلت بس ايه؟ 4 سم. ساعتها اعمل الحديد كده. تعال نبص مع بعض السيخ العلوي في الاتجاه ده هيبقى عامل ازاي. طب بص يا هندسه، انا عشان ارسم السيخ العلوي في الاتجاه ده لو خدت سيكشن كده، بص بقى معايا السيخ ده المفروض يترسم ازاي. السيخ ده المفروض يجي كده هندسه معايا مظبوط لحد عند الكاميرا، وينزل تحت كده بعمق الكاميرا، ويرجع كده ويروح جاي هنا. تمام. عند البلاطه الثانيه يبقى ايه؟ يبقى كده بالشكل ده. الجزء ده احنا بنسميه ايه؟ بنسميه جرافطه، او بنسميه فيونكه. فالمفروض السيخ العلوي يجي بالشكل ده، يجي كده ويدخل جوه الكاميرا ويرجع تاني. بس خد بالك غالبا الحداد مش هيعرف يعمل التفصيله. تعال نرسموها. عشان نرسم التفصيله دي اعملها ازاي؟ الموضوع بسيط. هتروح جاي هنا سيخ 12 25، تروح جاي عند تختار من هنا وتيجي عند البوينت بالشكل ده. تيجي عند البوينت اهي مظبوط، وعند الكاميرا كده وقبل الكاميرا كده ب25. اروح جاي داخل كده هندسه، خلي بس السايد الناحيه الثانيه. اروح جاي نازل كده هندسه بالشكل ده 65 سم. هم ايه؟ ما انت عندك الكاميرا عندك 70، نزلت العمق بتاعها ناقص الكفر بقت 65، صح كده هندسه؟ ورحت راجع تاني كده هنا مظبوط، ورحت جاي داخل تاني كده هندسه بالشكل ده عند سمك البلاطه، وراح جاي داخل جوه مكمل السيخ هنا. تمام. اهو اللي انت رسمته ده هندسه اسمه ايه؟ اسمه جرافطه. اسمها جرافطه. هيقول لك قسمها. طبعا قسمها. تمام. بس خلي لي ايه؟ التقسيمه في الاول كده
خلي لي السيخ ده مثلا 6 متر ولا حاجه، عشان الوصله ما تبقاش بس ايه هنا جنب الجرافطه اهو بقى بالشكل ده. انت قسمت كده ايه الوصله بتاعتك، هنعدلها يعني مفيش مشكله، دي كده اسمها جرافطه او فيونكه. بس خد بالك الحداد مش هيعمل الكلام ده، يعني الحداد صعبه جدا جدا ان هو يعرف يعمل التفصيله دي. فبنعمل ايه؟ احنا بنكتفي ان احنا بنحط كده بس حديد، تمام. هي طبعا دي بلاطه بتعتبر سوليد سلاب، او دي بلاطه في سقف فلات سلاب بس محاطه بكاميرات. البلاطه دي كلها تم تخفيضها 10 سم، شرحناها قبل كده. فبالتالي الفكره كلها ان انت حضرتك هتروح جايب من السيخ هنا، تعمل بس هنا سيخ ايه، سيخ علوي كده بسيط، مفيش اي مشكله، تمام. طب كده انت هتكمل بقى باقي الرسمه عادي جدا، تقسم الشرايح بتاعتك وتشتغل، تمام.